بص يا باشا، اسمع كده. جماهير الزمالك ان شاء الله هنكسب مودرن سبورت يوم الخميس، والفينا وبنزا هيكونوا قمة السر في المباراة، بس بشرط المدرب يبدأ بيهم من بداية الماتش ويلعب بتأمين وحذر دفاعي وتوازن دفاعي وهجومي عشان ما يدخلش فيه اهداف، ويحذر الضربات الثابتة اللي بيستغلها مودرن سبورت. مودرن سبورت معاهم مدرب رائع الكابتن مجدي عبد العاطي وصفقات جامدة. كسبان الاتحاد في اسكندريه المباراه الماضيه ومتعادل مع الاهلي المباراه اللي قبليها. لو احنا استغلينا سرعات وانطلاقات ومهارات بنزا والفينا زي ما كان فرانكفورت بيعمل مع عمر مرموش، ان شاء الله هنقدر نسجل اهداف ونحسم المباراه ونفوز بالثلاث نقط. ده فيديو شورت على قناة المتواضعة العمريتي سبورت قبل المباراة بيومين. حضرتك لو رحت للقناة بتاعتي هتلاقي إن أنا ناشر الفيديو ومتوقع فيه كل اللي حصل، ودي سكرينة من القناة بتاعتي 19 أغسطس، يعني يوم الثلاث قبل المباراة بيومين، والفيديو جاب 902 مشاهدة في قناة صغيرة لسه فيها 62 مشترك بس. طيب، المدرب عمل اللي أنا قلته عليه، وبيقولوا إذا أردت أن تكسب بطولة فعليك بالدفاع، وإذا أردت أن تكسب مباراة فعليك بالهجوم. فالزمالك لو عاوز يكسب الدوري لازم يدنه محافظ على التأمين الدفاعي، ويلعب بتوازن دفاعي وهجومي، وما يندفعش للهجوم بدافع الحماس وتشجيع الجماهير ويدخل فيه أهداف ويخسر نقاط زي ما كان بيحصل في المباريات والبطولات السابقة. دايما الزمالك كان بيخسر الدوري. ليه؟ لأن الدوري بطولة طويلة ومبارياتها كتيرة، وبيكسب الكؤوس لأن مبارياتها صغيرة، فلازم يضل محافظ على التوازن الدفاعي. وده اللي أنا قلته في مباراة سيراميكا وفي مباراة المقاولين، وبقول إن شاء الله في مباراة فاركو القادمة لازم يحترموا فاركو في المباراة القادمة يوم الثلاث، لأن فاركو مستواه بيتحسن واللعيبة بتكسب الثقة مباراة عن التانية. لعيبة لسه صغيرة صحيح، لازم الزمالك يحترمهم وما يندفعش هجوميا، لازم يحافظ على التأمين الدفاعي. ومن وراهم الحارس العملاق محمد صبحي اللي كان له دور كبير في الحفاظ على الثلاث نقط امبارح. وانا قلت في فيديوهاتي موجودة على القناة اللي عايز يرجع ليها، الزمالك لازم ما يسيبش صبحي ولا صلاح مصدق، محتاجهم، واثبتت الايام